اهلا بيكم في برنامج الكوره لونها اصفر. النادي الاسماعيلي دايما بيجيب مدربين ودايما بيتعامل معاهم بالطريقه دي. احبك اكرهك اسيبك اندهك. سواء المدرب مؤقت او دايم بنحبه وبنكرهه وبعد كده بنقول عايزينه يمشي. سواء انت كنت شايف المشكله في احمد العجوز او في الاداره او حتى الجماهير اللي في منهم شويه بطلوا يتفرجوا على الماتشات اصلا، او حتى اللي بيقلد وما بيحاولش يبتكر وفاكر ان نهضه النادي عباره عن ان انت تاخد كل اللي بيعمله الاهلي والزمالك وتطبقه عندك، كان لازم نعمل كشف حساب بالورقه والقلم. موسم 2013-2014 بدأ بداية تاريخية للنادي الإسماعيلي، وهي إن إحنا أقلنا المدرب بتاعنا من الموسم اللي فات محمد وهبي، المدرب اللي كسر الرقم القياسي في اللعيبة اللي اختبرها خلال فترة الإعداد. نجيب مين بعديه؟ نجيب الكابتن شوقي غريب، مدرب مخضرم طبعا وكان لسه طالع من سموحة. جه الكابتن شوقي غريب عمل كده. السلام عليكم السلام. وده لأن الكابتن شوقي كان لازم يأدي الواجب الوطني، ربنا يكرمه ويوفقه. بس الكابتن شوقي قبل ما يمشي ساب لنا مقولة للتاريخ. مش الانديه دايما الكبيره اللي بتكسب بطولات الكاس. طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي لسه صاعد من دوري الدرجه الثالثه. مع الكابتن شوقي غريب لعبنا بطوله الكاس، ويا ريتنا ما لعبنا بطوله الكاس لانه من 3 مباريات بس احرزنا هدف واحد، وكان الاداء بتاعنا بالشكل ده. في بدايه الدوري جه الكابتن احمد العجوز. الكابتن احمد العجوز كان المفروض يمسك الدراويش كمدرب مؤقت. بصوا خلوه مدرب دايم، او خلوه مدرب مؤقت اتحول لمدرب دايم بعد ما كسب 3 ماتشات. مع العجوز كسبنا 4 مباريات، وكان اكبر فوز لينا هو 3-1 على تليفونات بني سويف في ملعبنا، وتعادلنا برضه 4 مباريات منها مباراه مع المنيا متزايل المجموعه، وخسرنا مباراه من وادي دجله في ملعبنا. وادي دجله بقت عقده على فكره. مع الكابتن احمد العجوز كسبنا الزمالك. ومع الكابتن احمد العجوز برضه بعد ما وصلنا للصداره ضيعناها لصالح بتروجيت. يا لهوي على سنين السودا. كمدرب مؤقت الكابتن احمد العجوز نجح نجاح باهر، وده لانه كان المفروض يمشي بعد مباراه الزمالك اللي فاز بيها. 3 مباريات كسبهم على التوالي كانوا كافلين جدا بانهم يمهدوا الطريق لاي مدرب اجنبي كان جاي ويقدر يمسك الفريق بشكل كويس. بس كمدرب دايم الكابتن احمد العجوز فشل، لان احنا بعد كده فقدنا الصداره زي ما قلت البتروجيت. ولو هنحكم على الدوري زي اي مباراه من مباريات كره القدم وهنقول ان الشوط الاولاني فيه كان اللعيبه والشوط الثاني المدربين، فالشوط الاولاني في الجزء الاولاني من الدوري الموسم ده كان اللعيبه والحماسهم، وده اللي وصلنا للصداره، والشوط الثاني كان لاحمد العجوز، عشان كده فقدنا الصداره. وفي كل الحالات دي كان لازم الكابتن احمد العجوز يمشي. ومشي الكابتن احمد العجوز، وتوقع الناس كلهم ان اداره الاسماعيلي كالعاده تتخبط وما تعرفش تجيب مدرب وما يكونوش مفكرين اصلا في مدرب قبل كده. بس في خلال اقل من يوم بدات الاخبار تيجي عن ان ريكاردو البرازيلي هيتولى تدريب الاسماعيلي، وبعد يوم بالظبط عرفنا ان ريكاردو تولى اداره النادي الاسماعيلي. طبعا قرار زي ده جه بعد تفكير ودراسه من اول الدوري. هو ما كانوش عايزين يمشوا احمد العجوز عشان يجرحوا مشاعره، بس فعلا احنا فكرنا فيه بشكل تام قبل ما ننفذه. وكان مكلمني قبل ما انا احد الوكلاء وقال لي وما بيتكلمش فلوس خالص وقعد يجي النادي. بس بعيدا عن اي حاجه، خبر قدوم ريكاردو عمل في اغلب اوساط الاسماعيلاويه كده. وده لان ريكاردو هو المدرب الوحيد اللي وصل الاسماعيلي لاقرب مره ليه انه ياخد فيها الدوري من سنه 2002. الكلام ده كان سنه 2009 لما وصل في مباراه فاصله مع النادي الاهلي. هيرون ريكاردو من مدينه ريو دي جانيرو البرازيليه. بالنسبه للفرق العربيه فريكاردو مسك الهلال السوداني، المريخ السوداني، والاهلي القطري. ريكاردو متخصص في المركز الثاني، وده باين مع كل الفرق اللي مسكها. يا اما كان بيطلع فريق من دوري الدرجه الثانيه لدوري الدرجه الاولى وياخد بيه المركز الثاني، يا اما ياخد فريق في دوري الدرجه الاولى اصلا ويروح المركز الثاني. الهي المركز الثاني. ناس كتير هتقول لي الموسم اللي وصل فيه ريكاردو مع الاسماعيلي مباراه فاصله كان موسم سهل، وكان الاهلي والزمالك فيه تعبانين وبقيه الفرق تعبانه. انا لغايه فتره قريبه كنت شاكك ان الكلام ده صح، بس انا اتاكدت ان احنا الموسم ده كان عندنا فريق بدكه كل لعيب فيها يقدر يبني فريق كامل. ده غير ان احنا وصلنا لمباراه فاصله بعد ما كنا احنا زياده في فرق الاهداف، وصلنا مباراه فاصله. يلا هي اول مره الموسم ده كسبنا فيه 18 ماتش. لا يخرب بيتك يا مرسي. اعزائي المشاهدين، نعتذر عن هذا العطل الفني. الحلقه دي نحس فشخ. رجع لنا النور ورجع لنا معاه بيبسي. والهدف
الله 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 الله، ايه يا ابني ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللمسه السحريه دي؟ في موسم 2009 دربنا ريكاردو البرازيلي. الاسماعيلي فاز في 18 مباراه وخسر في 6. مش مهم الست خسارات على قد الظاهره اللي حصلت اللي مش قادر افهمها لغايه دلوقتي، وهي ان انبي طلع علينا رايح وجاي. وفي الموسم ده احرزنا 32 هدف. شخصيا على المستوى الفني ما اقدرش احكم على ريكاردو قبل ما يعدي عليه 6 شهور اللي هو طلبهم عشان يقيم الفرقه ويبنيها من اول وجديد. بس اقدر اقول لكم حاجه، ان انا احترمته جدا لما سمعته بيقول الكلمتين دول. And you have to arrange all the situations. I don't like what I see. The people, الوضع الحالي. players, the staff must to respect everybody. Must to respect everybody. لغايه دلوقتي ريكاردو لعب مع الفريق ماتشين. اول ماتش كان تسخين كده وكان بيشوف بس الفريق وكسبنا فيه بتروجيت، وده انا اقدر اقول عليه بسبب الروح اللي كانت عند اللعيبه اللي كل واحد فيهم عايز يثبت لريكاردو ان هو يقدر يعتمد عليه في الدوري الموسم ده. فوز على بتروجيت وبعدها كانت المباراه اللي انا ما اقدرش احللها لاني ما شفتهاش اصلا. المباراه التاريخيه، نزل اعلان على القناه المصريه وقال انها هتتذاع، وقبل المباراه كان في استوديو وكان في محللين، كان في كل حاجه الا الماتش. اتذاع الماتش على النت، ولما اتذاع كان بالشكل ده. وهي دي عادتنا مع الماما افريكا، دايما بنتعذب عشان نجيب حتى صوره من الصور بتاعه فريقنا وهو بيتدرب، مش وهو حتى بيلعب الماتش بتاعه. احنا عايزين نقول حاجه كمان، مش عارف تذيع الماتش ما تذيعوش، ما تقولش ان انا هذيعه، ما تجيش تطلع لي في استوديو تحليلي تحلل كل حاجه في الدنيا ما عدا نتيجه الماتش. بما اننا بنتكلم على الجيل بتاع 2009 فلازم نتكلم طبعا عن الصفقه اللي راحت من الاسماعيلي للزمالك، وهي احمد سمير فرج. الصفقه دي اتدخل فيها حاجات كتيره جدا، منها بطء ادارتنا ومنها ان احنا اصلا احتمال ما نكونش عايزينه، خصوصا ان المستوى الفني قل كتير جدا في ليرز بعد ما رجع من الاصابه، الكلام اللي الناس كتير ما تعرفوش. عندنا لاعبنا السابق في الزمالك عمر جمال اللي مستحيل كان يتدخل في الصفقه دي، وحاول كتير جدا 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 يقنع احمد سمير فرج ان هو ما يروحش الزمالك ويروح الاسماعيلي يرجع بيته. ايه؟ وطلب فسخ تعاقده، طلب ان هو يعني مش عايز يكمل معانا الموسم، وانا يعني وافقت له على الفور. هو كان جه قعد معانا قبل ما نسافر سفريه النيجر الاخيره، وقال ان هو يعني لو ما خدش مستحقاته ان هو مش عايز يبقى موجود وعايز يقعد في البيت. فهو يعني قال ان هو يعني ما عملش ان هو لعب ببلاش في نادي الاسماعيلي، فايه اللي يخليه يعمل كده مع نادي الزمالك؟ اتفرج على نفسك ياللي فرحت كتير في اللي حصل لي، ويا ريتك فكرت. وبما اننا بنتكلم على الصفقات اللي راحت مننا سواء بضعف من الاداره بتاعتنا او تفريط او حتى بلعيبه من لعيبتنا راحت انديه ثانيه واقنعت لعيبه ثانيه ان هي تيجي، فاحنا هنقول ان احنا لو افترضنا ان المحفظه دي هي لعيبه الاسماعيلي في اخر 10 سنين، الاهلي في اخر 10 سنين كان بيتعامل مع اللعيبه بتاعتنا كده. اما بالنسبه للزمالك فبدا يتعامل معانا بالشكل ده. ابن عمي وحبيبي من زمان. ازيك يا باشا؟ حبيبي حبيبي عامل ايه؟ ايه اخبارك يا باشا؟ الحمد لله. هات ده كده. ايه؟ خد دي كده. فيزا؟ خد فيزا. خد فيزا؟ خد فيزا. ابن عمي. خد زمالك. ابن عمي. شكرا يا زمالك. شكرا. حبك يا زمالك. ورساله اخيره لوزاره الشباب ولوزاره الداخليه، احنا عندنا ماتش عوده في افريقيا، والماتش ده هيبقى بجماهير ولازم يبقى بجماهير. الكوره طول عمرها كانت نظيفه وطول عمرها كانت للجماهير، ما باظتش الا لما السياسات دخلت فيها. وانا اسف لكل واحد بيروح بيته من الساعه 3 علشان صدع او علشان سنه ما يسمحلوش انه يشتغل اكتر من كده، بس احنا شباب محتاج يشوف فرقته، لان الاستاد بقى المكان الوحيد اللي نقدر نطلع فيه صوتنا بعد ما اتكتم في الشارع وفي الشغل وفي كل حته بيروحها. ما تعاقبوش جماهير مصر كلها بسبب حاجه انتوا شايفينها غلط عملها جمهور فريق واحد بس. وعندي في الحلقه دي 3 اسئله للجمهور الاسماعيلي. اول حاجه، ريكاردو محتاج ايه علشان يحقق اللي ما قدرش يحققه سنه 2009 ويفوز بالدوري؟ وايه الفرق بين الفريق بتاعنا سنه 2009 والفريق بتاعنا دلوقتي؟ واخر حاجه للجماهير، لو وزاره الداخليه اصرت على موقفها واتمنعنا من حضور ماتشاتنا في افريقيا هتعملوا ايه؟ اهلا بيكم في برنامج الكوره لون اصفر. ادي اول ميكنج اهو. ما تاخدش لعيبه مني تاني. لو خدت لعيبه مني اقفل البتاع. He's Mr. In Between.